عملت لكم نفس اللوك ونفس الألوان، بس كل عين بطريقة شكل. تعالوا نشوف إيش الفرق بيناتهم. بالبداية إذا كنتي أول مرة بتشوفيني لا تنسي تشتركي بالقناة وتحطيلي لايك وتفعلي زر الجرس. يلا نبلش الفيديو. هلا رح أفرجيكم الفرق بين مكياج العيون المدورة والعيون المسحوبة. بخطوات بسيطة انت فيكي تغيري شكل عينك وتساوي الرسمة اللي بتحبيها. أول شي خلينا نبلش بمكياج العين المدورة. طبعا مثل ما لكم شايفين يا صبايا، الآي شادو لما بحطه بشكل دائري، ما بحطه بشكل زاوية أبدا. شايفين حتى الدمج بيكون بشكل دائري مثل هيك. شايفين؟ يعني لما بتحطي الاي شادو بتحطيه بشكل دائري وبتدمجيه بشكل دائري، بينما العين المسحوبة مثل ما لكم شايفين فعاملينه على شكل زاوية، حاطينه على أطراف العين وعاملينه على شكل زاوية. هاي إذا بدك تسحبي عينك وتعملي لها شكل مثل شكل العين اللوزية. بالنسبة للعين المسحوبة لازم يكون في ايلاينر ونسحبه لفوق، يكون يعني ظاهر وواضح، أو تعملوا ايلاينر مفتوح مثل ما أنا عاملة. أما العين المدورة فلازم يكون الأيلاينر بسيط وناعم، يعني على خط الرمش، أو ممكن يكون أطول بشوي، ما يكون يعني مرفوع ومسحوب لفوق. أما بالنسبة للمدمع فالعين المسحوبة بنرسم لها مدمع مثل ما لكم شايفين. أما العين الدائرية فما بنرسم مدمع. شايفين يا صبايا؟ أما بالنسبة للرموش بالعيون الدائرية لازم نحط الرموش اللي قصيرة من على جناب وطويلة بالنص، يعني مثل هيك. شايفين؟ مع الجناب قصيرة وبالنص طويلة. أما العين المسحوبة فبنحط قصيرة من قدام طويلة من ورا، بالتدريج يعني الطول يكون. هاي بيعطي سحبة للعين. إذا مثل ما اتفقنا، إذا بدك تعملي العين مسحوبة فالاي شادو بتركزيه على الزاوية مثل ما قلتلك، على أطراف العين وعلى شكل زاوية. شايفين؟ تاني شي الايلاينر بتعمليه ظاهر وصريح وبتعمليه مسحوب، أو بتعملي ايلاينر مفتوح مثل ما أنا عاملة أنا. تالت شي إنه المدمع بترسميله مدمع وبتبوزيه، بتظهري المدمع يعني مثل ما لكم شايفين. وخامس شي إنه الرموش يكونوا قصار من قدام وطوال من ورا. هلا في سادس نقطة نسيت أنبهكن عليها يا صبايا، يلي هي ببداية الآي شادو. شوفوا أنا وين مبلشة الآي شادو بالعين المسحوبة، مو عند المدمع مباشر، لأ طالعة شوي لفوق، يعني عايفة شوية مساحة. طبعا هذا الشي بيعطي وسع للعين وكبر للعين، على عكس العين المدورة. العين المدورة أنا مبلشة الآي شادو عند مدمع العين مثل ما لكم شايفين. هذا الشي بيعطي صغر للعين. شايفين يا صبايا؟ بدكم تعطوا مدى كبير للعين، فما بترسموا عند مدمع العين، لأ بتطلعوا شوي لفوق. طبعا نحن بنلجأ لتكنيك العيون المدورة، مكياج العيون المدورة إذا كان عند الصبية ما في مساحة فوق عينها، فنحن بدنا نساوي مساحة فبنعمل هذا التكنيك. أما العيون المسحوبة فإذا كانت الصبية عيونها صغار أو عيونها دائرية وبدها تساويهم لوزية، فبنعمل تكنيك العيون المسحوبة. شايفين يا صبايا؟ بخطوات بسيطة انتم ممكن تغيروا شكل عينكم، وممكن تظهروها بانه صغيرة، وممكن تظهروها بانه كبيرة. وهذا كان الفيديو لليوم. خبروني بالتعليقات إذا عندكم أي استفسار. يلا باي.